بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو صباحك بيبدأ بعشوائية غالبا يومك كله هيكمل بنفس العشوائية. كتير مننا بيصحى متأخر، يمسك الموبايل أول ما يفتح عينه ويضيع نص ساعة أو ساعة من غير ما يحس، وبعدها يبدأ يجري ورا كل حاجة ومتأخر في كل حاجة. أول خطوة في الروتين الصباحي الناجح إنك تصحي قبل ميعادك المعتاد حتى لو بربع ساعة بس. مش لازم تصحي الساعة 5 الفجر عشان تكوني ناجحة، المهم تصحي بدري كفاية بحيث يبقى عندك وقت تستقبلي يومك بهدوء. حاولي ما تفتحيش السوشيال ميديا أول ما تصحي، لأني أول حاجة بتشوفيها الصبح بتأثر على مزاجك وتركيزك طول اليوم. بدل كده خدي كام دقيقة هدوء، رتبي سريرك وافتحي الشباك وخلي ضوء الشمس يدخل المكان. تالت حاجة اشربي كوب مية أول ما تصحي، جسمك بيكون محتاج سوائل بعد ساعات النوم الطويلة، وكوباية المية البسيطة دي بتساعدك تفوقي وتحسي بنشاط أكتر. كمان حاولي تحددي 3 حاجات مهمة عايزة تعمليهم النهاردة، مش 20 مهمة ولا قائمة طويلة تخوفك. 3 حاجات أساسية لو خلصتيهم تحسي إن يومك كان ناجح ومثمر. افتكري إن دايما الروتين الصباحي مش هدفه إنك تعملي حاجات كتير، هدفه إنك تبدأي يومك براحة وتركيز بدل التوتر والاستعجال. أكبر غلطة بنقع فيها إننا نكتب روتين مثالي جدا: أصحى بدري، أتمرن، أقرأ، أطبخ، أنظف البيت، وأخلص مليون حاجة، وبعد يومين أو 3 نتعب ونسيب كل حاجة. ابدأي بحاجة بسيطة تقدري تستمري عليها. النجاح الحقيقي مش في إنك تعملي كتير يوم واحد، النجاح إنك تكملي شهور على خطوات صغيرة. كمان حاولي تجهزي لليوم من الليلة اللي قبلها، رتبي هدومك، جهزي اللي محتاجاه لأولادك، واكتبي أهم المهام اللي عايزة تنجزيها. الصبح وقت التنفيذ مش وقت التفكير والتردد. ولو عندك أطفال ما تستنيش البيت يبقى هادي تماما عشان تبدأي يومك. الأم الذكية بتتعلم تشتغل وسط الظروف الموجودة، مش تستنى الظروف المثالية. أو من الحاجات اللي بتفرق جدا إنك تدي لنفسك 10 دقايق بس لنفسك، فنجان قهوة بهدوء، ذكر، دعاء، أو حتى قعدة بسيطة من غير أي إزعاج. الدقايق دي بتشحن طاقتك أكتر ما تتخيلي. وافتكري إن اليوم اللي يبدأ بهدوء غالبا بيكمل بهدوء، واليوم اللي يبدأ بتوتر واستعجال بيبقى أصعب بكتير. تعالوا نتفق على حاجة مهمة جدا: الروتين الصباحي مش مجرد شوية خطوات بنعملها، الروتين الصباحي هو رسالة بتبعتيها لنفسك كل يوم. كتير مننا بيصحى وهو حاسس انه متأخر قبل ما يبدأ اصلا، يفتح عينه ويفتكر الأطباق والغسيل والأكل والأولاد والمصاريف، فيحس بضغط من أول دقيقة. لكن الحقيقة إن التفكير في كل حاجة مرة واحدة بيضيع الطاقة قبل ما نبدأ. بدل ما تبص لكل مسؤولياتك اسألي نفسك: إيه أهم حاجة أعملها دلوقتي؟ وخديها خطوة خطوة. كل مهمة تخلصيها هتديكي إحساس بالإنجاز وتشجعك تكملي. كمان حاولي ما تقارنيش روتينك بروتين أي حد على الإنترنت. ممكن تشوفي واحدة بيتها مرتب طول الوقت وبتتمرن وبتطبخ وبتشتغل فتحسي إنك مقصرة، لكن انت ما تعرفيش ظروفها الحقيقية ولا تعرفي هي بتعدي بإيه. النجاح مش إن يومك يبقى مثالي، النجاح إن يومك يبقى أفضل شوية من امبارح. وخلي عندك عادة بسيطة كل صباح، لما تخلصي أول مهمة في يومك امدحي نفسك، قولي برافو عليا، خطوة واتعملت. التشجيع بيخلق طاقة للاستمرار أكتر من جلد الذات واللوم. وافتكري دايما إن الست المنظمة مش هي اللي بتعمل كل حاجة، الست المنظمة هي اللي بتعرف تعمل المهم في الوقت المناسب. في سر صغير بيخلي ناس كتير تحافظ على روتينها الصباحي، وفي ناس تانية تبدأ يومين وتبطل. السر ده اسمه المرونة. يعني ايه؟ يعني ما تربطيش نجاحك بيوم واحد. لو صحيتي متأخرة يوم او الاولاد تعبوا او حصل ظرف، ده مش معناه ان الروتين فشل، بالعكس، ارجعي تاني من غير تأنيب ولا احساس بالذنب. ناس كتير بتقع في فخ يا كله يا بلاش، لو ما قدرتش اعمل الروتين كامل خلاص مش هعمل حاجة، وده اكبر سبب ان العادات الحلوة بتضيع. اعملي اللي تقدري عليه. لو كنت متعودة ترتبي البيت ساعة ومش فاضية غير ل10 دقايق، رتبي 10 دقايق. لو كنت ناوية تمشي نص ساعة ومش قادرة غير 5 دقايق، امشي 5 دقايق. المهم الاستمرار.
وكمان حاولي ما تبدأيش يومك بالشكاوي. أول ساعة في يومك ليها تأثير كبير على حالتك النفسية. كل ما تشتكي أكتر هتحسي إن اليوم تقل أكتر، وكل ما تركزي على الحاجات اللي تقدري تعمليها هتحسي بقوة ونشاط أكتر. واسألي نفسك كل صباح، ايه الحاجة اللي لو عملتها النهاردة هحس اني انجزت؟ ايه الحاجة اللي متأجلة بقالي فترة ومحتاجة ابدأ فيها؟ ايه الحاجة اللي هتخليني فخورة بنفسي اخر اليوم؟ الاجابات دي هتوجه يومك احسن من اي جدول معقد او اي خطة طويلة. بعد كل اللي اتكلمنا عنه ممكن تسألي نفسك، طيب ايه النتيجة لو التزمت بروتين صباحي فعلا؟ النتيجة انك هتحسي ان يومك بقى اخف، وانك بقيتي بتنجزي اكتر من غير توتر. هتلاقي نفسك عندك وقت لبيتك ولأولادك ولنفسك كمان، مش لان اليوم بقى اطول، لكن لانك بقيتي بتستخدمي وقتك بشكل اذكى. ومع الايام هتكتشفي ان النجاح مش قرار كبير بيتاخد مرة واحدة. النجاح عبارة عن عادات صغيرة بتتكرر كل يوم. كوباية المية الصبح، ترتيب السرير، تحديد اولوياتك، والبعد عن تضييع الوقت اول ما تصحي. الحاجات البسيطة دي هي اللي بتعمل فرق كبير بعد فترة. وما تستنيش ان الحماس يفضل موجود كل يوم. فيها ايام هتصحي فيها نشيطة، وايام تانية هتصحي فيها تعبانة ومش طايقة تعملي حاجة. وهنا بيظهر الفرق بين اللي بيكمل واللي بيستسلم. اللي بتكمل بتعتمد على العادة مش على الحماس. ابدأي من بكرة بخطوة واحدة بس، ما تحاوليش تغيري حياتك كلها في يوم واحد. خطوة صغيرة النهاردة وخطوة صغيرة بكرة، وبعد شهر هتبصي وراكي وتستغربي قد ايه حياتك اتغيرت. لو حسيتي ان كلامي فادك ما تنسيش تدعمي القناة بلايك وتشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واكتبي في التعليقات ايه اول عادة صباحية هتبدأي بيها من بكرة. خلي دايما في بالك ان اليوم الحلو بيبدأ من صباح منظم، والحياة المنظمة بتبدأ من عادات صغيرة بنلتزم بيها كل يوم. اشوفكم في كلام جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء.